السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ اهلا بكم في فيديو جديد النهارده، وهنعمل مع بعض زي ما انتم شايفين كده التورته الجميله القمر دي. وهنعمل مع بعض طبعا الجاتو بتاعنا زي ما انتم شايفين كده. ده اوردر كان جاي كده، واحنا قلنا ايه هنصوره معاكم النهارده ونعمله. تمام يا حبايب قلبي، زي ما انتم شايفين كده اهو. طبعا الجاتو والتورته دي عملناها نفس عجينه الجاتو اللي فات في الفيديو اللي قبل ده على طول في القناه. برده لو عايزين تعرفوا العجينه اتعملت ازاي بتاعته او طريقه الاسبونج بتاعته، هي عباره عن 3 بيضات وربع كيلو دقيق سبونج، ومعانا معلقه من المحسن كيك الجيل، لان المحسن يا جماعه بينفشه بيبقى حلو قوي معاه. تمام كده. بعد كده حطينا ربع كوبايه ميه معاها. بعد كده بقى حطيناها في العجان حوالي 10 دقائق لحد لما علت وغيرت اللون بتاعها. بعد كده بدانا ان احنا بقى ايه ناخدها بقى نخبزها في الفرن. بعد كده طلعت زي ما انتم شايفين كده بالجمال الحلو اللي انتم شايفينه ده كده. قطعناها بقى لحوالي، ممكن تقطعها 4 ديسكات او 3 ديسكات، بس طبعا لو انت قطعتيها 4 هتاخد معاكي ايه اوردر كبير، يعني هتاخد معاكي كريمه كتير وكده، فهتهدر معاكي بالنسبه للزبون او للايه او للشغل بتاعك يعني. فانت المفروض تعمليها 3 طبقات بس زي ما احنا شايفين كده اهو. بدات ان انا بقى احط كل طبقه وطبقه كده بينها الكريم شانتيه، وكمان معاها زي ما انتم شايفين كده برده الايه الصوصات والايه والسبرينكل في قلب فيها من جوه كده زي ما انتم شايفين. بعد كده بقى يا حبايب قلبي بدات ان انا اجلسها كده كويس من بره كده زي ما انتم شايفين اهو. طبعا الكريمه عندك كوبايه كريمه عليها 3 معالق من السكر، او حسب ما انت عايزه السكر بتاعك عالي او السكر بتاعك اوطى من كده، بس 3 معالق بيبقوا كويسين جدا ممتازين فيها. ومعاها كوبايه وربع من الميه، وعلى حسب برده الكريم شانتيه بتاعك، لو احتاج لقيتيه تقيل بتكتري بتزودي شويه ميه صغيرين، بتزودي شويه بشويه صغيرين. بعد كده بقى زي ما انتم شايفين كده بدات ان انا ازينها كده. هي صاحبتها كانت عايزاها نص شوكولاته ونص فاكهه، فانا عملت لها زي ما انتم شايفين كده جيلو بقى الشوكولاته بتاعنا طبعا جاهز. لو انتم عايزين جيلو اقتصادي عندكم برده على القناه. جيلو اقتصادي عباره عن كوبايه من الكاكاو، ومعاها كوبايه من الحليب، وكوبايه من السكر، وكوبايه من الزيت، وبتبتدي تحطي كل ده في الخلاط مع بعض ميكس كده، بيطلع معاكي صوص جميل جدا. طبعا لو احتاجت زيت معاكي بتقليه ما تحتاجتش خلاص. زي ما انتم شايفين كده زينا بقى وخلصنا التورته بتاعتنا. نبتدي نحطها في الفريزر لحد لما تسقع خالص وتشد مع بعضها كده. بعد كده بقى ابتدي ان انا احط عليها الفاكهه بتاعتي. طبعا زي ما انتم شايفين كده برده هنعمل مع بعض هنعمل مع بعض الجاتو نفس المقادير بالظبط بتاعه التورته. احتاجنا برده حوالي ربع كيلو دقيق سبونج، ومعاه 3 بيضات، ومعاه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، ومعاه ربع كوبايه من الميه، ومعلقه معلقه محسن كيك. لو انت عايزه تشوفي الطريقه بالتفصيل ممل جدا، عندك على القناه عندي الفيديو اللي قبل ده على طول اللي هو بتاع الجاتو، عاملاه بالطريقه يعني بطريقه اقتصاديه جدا، وبرده هفهمها لك بطريقه حلوه قوي. هنعمل ده طبعا جاتو هرم كده، بس هنعمله 4 ادوار مش 3. هتشوفوا دلوقتي معايا في نهايه الفيديو هتلاقوا شكله جميل جدا. بدات ان انا اعمل طبقتين كده زي ما انتم شايفين اهو، ومش هقطعه دلوقتي غير لما يجمد معايا خالص، لان بصراحه عجينه الاسبونج بتاعتي كانت بصراحه هايله جدا، كانت حلوه قوي قوي وناعمه بطريقه فظيعه ما شاء الله. صاحبه الجاتو لما اخدته قالت ما شاء الله ما شاء الله عليه جميل جدا زي ما انتم شايفين كده اهو. بدات بقى ان انا اعمل بقى النص التاني بتاعنا برده هنبتدي نعمله سويس رول زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي معايا. زي ما انتم شايفين اهو، بصوا اخدت الطبقات بقى بتاعتي كده لوحدها، وهبتدي ان شاء الله اعمل معاكم اللي هو السويس رول زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله. كانت ناعمه جدا وحلوه قوي قوي. هاخدها بقى احطها على الفريزر وابتدي اطلع التورته بتاعتي ونشوف احنا هنعمل ايه بالظبط. زي ما انتم شايفين كده دلوقتي بدات ان انا اطلع التورته بتاعتي من الفريزر بعد ما شدت كده وبقت حلوه وجنب وجمدت كده في الفريزر. بدات بقى ان انا اقطع معاها زي ما انتم شايفين كده الفاكهه بتاعتي. طبعا انا جبت تفاحيه كده زي ما انتم شايفين اهو، وبدات ان انا اقطعها كده لقطع صغيره كده بعد يعني بالجنب كده زي ما انتم شايفين اهو. باذن الله هعمل لكم فيديو لتقطيع الفاكهه كلها، يعني ان شاء الله باذن الله اجيب لكم شويه فاكهه حلوين واعرفكم ازاي بتقطعي الطريقه وتحطها على التورته باذن الله. زي ما انتم شايفين كده بدات ان انا اعمل زي وردات كده صغيره اهو بالتفاح زي ما انتم شايفين كده. وطبعا عندي بقى هحط يعني هملى الفراغات كلها كده بالتفاح بتاعي. وعندي طبعا هي صاحبتها كانت عايزاها بالتفاح يا جماعه، مش عايزه حاجه ثانيه غير التفاح. زي ما انتم شايفين كده بدات ان انا احط معايا السبنكرايه صغيره كده عشان تبان او تنطق شكل التورته زي ما هتشوفوا معايا دلوقتي كده اهو. بدات ان انا احطها كده، طبعا حطيتها لون مختلف عشان تبان كده وتظهر في التورته بتاعتي. شايفين شكلها النهائي جميل جدا وحلوه قوي قوي. هي طبعا كانت عايزه عليها حرف الان والا زي ما انتم شايفين كده، عملتها لها ما شاء الله كانت جميله. كنت بفكر انا احط واحده صفراء، لقيتها مش هتبان كده، مش هيبقى شكلها حلو، فرجعت حشتها تاني وحطيت اللون اللي هو الفاتح ده شويه.
تمام كده. ودي كانت التورته بتاعتنا وما شاء الله كانت جميله جدا. حطيت عليها من تحت كده سبرينكل ناعم كده بسيط، حاجه بسيطه يعني اهو زي ما انتم شايفين كده. بدي الوان حلوه وبدي شكل جميل وقيم كده للتورته زي ما انتم شايفين. او لو عندك مكسرات ممكن تحطي مكسرات. بعد كده بقى شوفوا الجاتو بتاعنا بعد ما قطعناه. طبعا انا اسفه جدا جدا لان الفيديو بصراحه اتمسح مني، اللي هو ازاي ان انا طريقه ان انا اقطعه او كده اتمسحت مني خالص من الفيديو. بس لو انت عايزه تشوفها بالتفصيل الممل هتلاقيها عندي في الفيديو اللي قبل ده على القناه. زي ما انتم شايفين الجاتو شكله جميل جدا والقطع بتاعته ما شاء الله كبيره وحلوه قوي 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 زي ما انتم شايفين اهو. يعني انا كنت مقطعه الجاتو مره 12 قطعه، المره دي قطعته على 9 قطع بس بصراحه كان جميل والقطعه كانت حلوه قوي وكبيره وحلوه وجميله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده اهو. عملته بصراحه كان جميل جدا وحلو قوي وعجب عجب الست اللي اخدته، كان جميل بصراحه حلو قوي. كانت ناعمه وهشه وجميله. بصوا ما شاء الله السويس رول عامل ازاي، كنت حاطه فيه صوصات من جوه ومظبطاه وجميل قوي قوي قوي. يا ريت بقى لو عجبكم الفيديو بتاعنا ما تنسوش في اللايك والشير وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد مني. وتابعي قناتي هتتعلمي منها ان شاء الله حاجات كتير حلوه قوي. طبعا جاتوهات تورت اي حاجه خاصه بالمشاريع بتاعه الاونلاين دي باذن الله هنزلها لكم. لو عايزين مثلا حلويات شرقيه حلويات غربيه اي حاجه باذن الله هنزلها لكم معايا ان شاء الله هنا. تابعي القناه بتاعتي وباذن الله هتستفادي منها كتير قوي. ولو عجبك الفيديو بتاعنا ما تنسوش في اللايك والشير بقى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.